يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. نقول مع بعض: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سمينا الله ودخلنا المطبخ وعملنا كوباية الشاي اللي بتعدل المزاج. وهقول لكم بقى هنعمل ايه النهارده. هنعمل حاجة حلوة قوي ومش هسيبكم غير لما تعملوا زيها. فاكرين شيش تاووك لما قلتلكوا فضل من الشيش تاووك جزء منه اهو ده. هو ده بالظبط وما زودتش عليه اي حاجه. قطعت بس فلفل الوان احمر، احمر واصفر، ومعاه كمان قرن فلفل حامي من اللي هو لونه احمر. وتعالوا بقى اقول لكم طريقه حلوه قوي مش هتكلفك. اهو شويه شيش طاووق من عندك، اللي هو عباره عن الوراك المخليه متقطعه قطع صغيره خالص. وتعمليها بقى وتبقى وجبه حلوه قوي في البيت. هنجيب الطاسه بتاعتنا، نحط معلقه من الزبده، معلقه من السمنه، وعليها معلقه من الزيت وبصلايه. زي ما انتوا شايفين كده، ادي البصلايه وادي معلقه الزبده وادي معلقه الزيت. هنعمل ايه؟ هنشوح البصله زي ما انتوا شايفين كده. هنشوحها بس مش هنخليها متحمره قوي. طريقه حلوه قوي ولا هتكلفك اي فلوس. كل ده موجود عندك في التلاجة. موجود عندك قطع من الوراك ومش عارفه تعملي ايه ومحتاره فيها. تعالى اقولك بقى طبق بيتقدم في المطاعم. والله العظيم الطبق ده بيعدي ال100 جنيه. وطبعا طبق صغير مش الطبق اللي احنا هنعمله الكبير ده. هنا بقى جبنا البانيه بتاعنا بعد ما البصله اتشوحت، ونزلنا عليه الايه قصدي هنقول قطع الايه قطع الفراخ. انتوا عارفين طبعا انها الوراك يعني. قطع الفراخ المخليه. هنشوحها بقى مع البصلة، هنشوحها مع البصلة لحد لما بصوا تتشوح خالص وتغير بقى ايه اللون بتاعها. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب بقى فلفل الالوان وانزله عليها كده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا ان احنا دايما نذكر الله في الاكل بتاعنا، هيطلع في منتهى الجمال. ودايما تصلوا كده على الحبيب، صدقوني والله العظيم يعني بجد بجد هتفرحوا قوي. واللي عنده هموم واللي عنده اي حاجة بجد يعني ربنا عز وجل ببركة الصلاة على الحبيب ان شاء الله هيزيح كل الهموم. هنا بقى انا بحط ايه؟ بحط فلفل اسود، بحط قرفة، بحط جنزبيل، وهنا بحط كركم، واحط كمان جوز الطيب والملح بتاعي. يبقى هنا بقى اهو دوت الجنزبيل بتاعي. وهنا بصوا، وهنا بقى حطينا كمان بصل بودر وايه وتوم بودر. هيخلي طعم الاكل جميل جدا، وهي بجد هتبقى اكله مميزه عندك. ويا سلام لو عملتيها بقى طبق كده على السفره للضيوف، يا نهار ابيض. ومعلقه من البابريكا وبس كده. وهنا بقى معلقه من العسل الابيض. عايزه اقول لك حاجه كده هتوديلك الاطعمه دي في حاجه تانية خالص. فلفل اسود، باربيكيا، بصل بودر، توم بودر، جنزبيل، قرفه، ملح، معلقه من العسل الابيض. طب انا ما عنديش عسل يا نجله، حطي معلقه من السكر. عايزه اقولك شوفي بقى، انا هسيبك انتي اللي تحكم. بصوا الصوص، بوريكي الصوص بتاعها، بصوا اللون. وعايزه اقول لك الريحه والله تحفه. وما تنسيش ايه؟ جوز الطيب دي اهم حاجه. بجد يعني جميله قوي قوي قوي، خلت الاكله طعمها مميز. نقعد بقى نقلب فيها ومنزل. بصوا مش هحط عليها ميه خالص على فكره، ولا زودت ميه ولا اي حاجه. حبه بقى بقدونس، حبه كزبره، حبه شبت، اي حاجه موجوده عندك في الايه في التلاجة. مش شرط يكون النوع ايه. انا بالنسبه لي حطيت ايه؟ حطيت بقدونس. هنا بقى بحط ايه؟ المفاجأة بقى. هنا بقى المفاجأة، الجريمة. عملت جريمة النهاردة. اللي هو ايه بقى؟ جبت اللبن في التلاجة والمركون والولاد مش عايزين يشربوه. طب اعمل بيه ايه؟ والله عملت الاكلة دي تحفة. جبت اللبن حطيته بس، وانا بصب اللبن ركنت شوية كده على جنب. هقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي. هنا بقى طبعا انا مهديه النار جدا على الفراخ المخلية ديت، ومهدية النار خالص عليها. طب دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب بقى حتة كده من القشطة. عندي بقى بصراحة في التلاجة كده، لقيت كده ايه شوية قشطة كده في الطبق. رحت منزلاهم على ايه؟ على الوصفة بتاعتنا. عايزة اقولك كليها وهتدعيلي. بس مش هسيبكم الا لما لازم تجربوها. قطع صغيرة، هو لو قطع بانيه مفيش مشكلة.
هنا بقى ده ايه، ده كوبايه قصدي سوري، معلقه من الدقيق. اه معلقه من الدقيق. لا هقولك بقى اشتري الكريمه لباني ولا اصرفي فلوس ولا الكلام ده. وشفتوا بقى حبه اللبن اللي انا سبتهم، حوالي نص كوبايه اللبن، هقلب فيها الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بدوب فيها الدقيق، ما بعملش اكتر من كده، لا ما بعملش اكتر من كده. انا صبيت عليها اللبن وسبت شويه علشان احط عليهم معلقه الدقيق، وبعدين اقلب بقى الدقيق جامد في اللبن عشان ما يكلكعش، وبعد كده اروح صباه على الخليط ده. جربوا بقى، ولا هقولك كريمه ولا ادفعي فلوس والحاجه كلها غليت، وحاجه هي من البيت، انا ما اشتريتش حاجه، والله ما اشتريت اي حاجه. بصوا بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل بقى معلقه الدقيق بالمعلقتين اللبن دولت، وقلبي بقى في هدوء كده بالراحه خالص، وعلى الهادي بقى، على الهادي خالص، بصوا على الهادي. في مقطع بس ما تصورش ان انا حطيت حوالي نص قصدي مكعب مرق الدجاج. عايزه اقولك برضو ادت طعم حلو قوي، بس طبعا للامانه لازم اقولك حطيت عليها نص مكعب من مرقه الدجاج، وايه كمان، وحطيت عليها جبنه موزاريلا زي ما انتوا شايفين كده. كانت برضو في الفريزر عندي، ما اشتريتش حاجه. وانزلي بقى عليها كده بشويه حلوين من الجبنه، طبعا كانت مجمده وانا بحاول إن أنا طبعا ايه افككها يعني. بصوا بقى، اخر جمال واخر حلاوة، حاجة كده والله العظيم. بقولك الطبق ده بيتقدم في المطاعم، طبق صغير خالص، بولة مش طبق كمان، بولة كده بيدفع عليها 100 جنيه. واسألي على الأكلة دي وانت تعرفي ان هي غالية جدا في المطاعم. بصوا مفيش دقيقتين تلاتة، شوية بقى من البقدونس كده فوق الوش، وهي خلاص ايه، وانا خلاص هطفي عليها واروح طافية عليها. تتاكل بقى سخنة في الشتاء، تحفة جميلة. هنا بقى عملنا ايه، عملنا شوية مكرونة سباكيتي كده زي ما انتوا شايفين، جمال قوي وحلوين قوي. دي جنبيها كده اكل حلو قوي. حابة تعملي بطاطس محمرة تمام، حابة تعملي بص رز بسمتي تمام، الموجود عندك. انا كان موجود عندي المكرونة بصراحة، ففضلت ان انا اعمل مكرونة. هنا بقى الطبق جات عليه مكرونايه، شطفته. وبعدين بقى هنعمل ايه، هنبدأ بقى نحط الوجبة الجريمة اللي انا عملتها بكل الحاجة اللي عندي في البيت. لا اشتريت ولا نزلت اشتريت ولا دفعت فلوس ولا عملت حاجة. ده باقي الشيش طاووق، انا بفكرك اهو بالفيديو اللي انا كنت عاملاه. عملت شيش طاووق برضو، حاجة كانت جميلة عظمة كده. وبعدين الحبة الباقيين دولت قلت خليهم بقى نعمل بيهم وصفة تانية، وكانت دي الوصفة بتاعتي. عايزة اقولك والله اعمليها، انا نفسي بس تعمليها وتجربيها وتقولي لي رأيك ايه. وشوفي بقى الاولاد هم بقى، عشان طبعا في منهم لو في شباب بيروحوا المطاعم، هيجي يقولك هياكل ويقولك احلى كمان يا ماما من المطاعم، وايه و يعني زي ما بيقولوا كده اقتصادية. يا رب الفيديو كان عجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس. ونورتيني في قناتي، اهلا وسهلا بيكي. وهنعمل اكلات بتاعت زمان واكلات بتاعت كمان المطاعم دلوقتي. واختما بقى اوعي تنسي اذكرك واذكر نفسي بايه، بالصلاة على الحبيب. صل على الحبيب قلبك يطيب، حسناتك تزيد، كل همومك تنزاح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبحبكم في الله.